ضيفي له يعني رأي في مسألة الشفاعة، أنه ليس هناك شفاعة لنبي ولا لأي نبي، وليس للنبي محمد فقط عند الله. دكتور محمد هداية، هل أنت لا زلت عند هذا الموقف، لا شفاعة لأحد؟ بالقطع نعم، لا شفاعة لأحد. والقرآن الكريم له طريقته المثلى في مسألة عرض الكلمة القرآنية. مشكلة الأمة الآن أنه لا يوجد من استطاع أن يصل إلى أعماق الكلمة القرآنية. فكلمة الشفاعة مثلا وردت في أكثر من آية بأكثر من عرض بطريقة تنفي الشفاعة إذا ما تدبرتها. أنت تنكر أنه لا يوجد نعيم للقبر ولا عذاب للقبر للشخص بعد موته. إذا فكرنا دقيقة واحدة، النعيم والعذاب للنفس الواعية المدركة. الميت لا نفس له ولا وعي، ولكن الروح لا زالت موجودة. هل الروح لا تتأثر؟ الروح بمفردها لابد وأن، فاكر الآية وإذا النفوس زوجت، إن الروح ترجع للجسد. هذه الآية توضح أن الروح بعيدة عن الجسد، لا أداء لها ولا وعي، والجسد كذلك. فلما نفهم بقى إيه هي الروح وإيه هي النفس وإيه هو الجسد، الميت يا راجل، ده الراجل اللي نايم ما بيشعرش بشيء، فما بالك بالميت. الصراط المستقيم في مفهوم ومنظور دكتور هداية، أرجو أن نفتح آذان القلوب دقيقة. إحنا بنقول في سورة الفاتحة، وهي السورة رقم 1 في كتاب الله: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. فالصراط المستقيم الذي نطلب الهداية إليه هو في الدنيا، هو الصراط المستقيم في الدنيا. على ذكر القرآن، ونحن يعني في إطار هذا البرومو التشويقي لحلقات دكتور هداية، الناسخ والمنسوخ في القرآن، كلام فارغ. آيات كلام فارغ، بمعنى محيت. كلام فارغ. الناسخ والمنسوخ كلام فارغ. ما ننسخ من آية كونية. كان الأنبياء إلى عيسى كانت آياتهم مادية كونية، بين هلالين معجزات. مفيش معجزة يعني اللي بيقولوا عليها معجزة هي آيات. يعني شوف يراها البشر. بص، ربنا يقول لنا في 9 آيات بينات على موسى، احنا نقول معجزات. هذه هي مصيبة الأمة.